تعالوا نتكلم النهارده عن فوائد وعيوب الغربة. حياة جديدة منفصلة عن حبايبك وعيلتك واصدقائك وكل الناس اللي انت عارفهم في حياتك، وتنتقل لحياة تانية، حياة جديدة. حتى انت هتكون مش انت اللي كنت متعود عليه، واخد بالك؟ ما تنسوش يا شباب اللايك والشير للفيديو وكلامكم الحلو، وتكملوا الفيديو للاخر طبعا. وايه رايكم؟ هو محدش فينا يختار الغربة بمزاجه، اكيد غصب عنه لسبب من الاسباب، سبب ما. هو سبب ايه اصلا اللي يخلي واحد يسيب اهله ويسيب حبايبه ويسيب بلده يتعود عليها ويروح لمكان مختلف؟ هو الاسباب كتير، ممكن يكون لشغل، ممكن يكون لدراسة، ممكن يكون لاي سبب تاني مهما كان. طب هي ايه فوائد الغربة اللي انت هتتكلم عليها النهارده؟ هو من اهم الفوائد اللي انا شفتها للغربة ان انت هتعتمد على نفسك. انت هتعتمد على نفسك، لو ما اعتمدتش على نفسك مفيش حد تاني ممكن تعتمد عليه، مفيش حد تاني ابدا، حرفيا انت لنفسك.